ننتقل إلى اللوحة التالية التي نجد فيها أحكام الراء على سبيل الإجمال. إذا نرى على اللوحة تفخم الراء في 8 حالات، وترقق في 4 حالات، ويجوز الوجهان في حالتين 2. احفظوا هذه الأرقام الثلاثة: 8 4 2. طيب، ننتقل إلى حالات تفخيم الراء. حالات تفخيم الراء. الحالة، وأذكركم بارك الله فيكم أني قلت إن موجب التفخيم الفتحة والضمة. إذا الحالة الأولى من حالات تفخيم الراء أن تكون الراء كما نرى على اللوحة مفتوحة، نحو الراء من رمضان. جربوا هكذا: رمضان را. الحالة الثانية إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح. إذا الراء ليست في هذه المرة ليست الراء ساكنة، وإنما ما قبل، عفوا، ليست الراء مفتوحة، استغفر الله، ليست الراء مفتوحة، وإنما المفتوح هو ما قبلها وهي ساكنة. مريم مريم، ولا نقول مريم. مريم لا يصح في الفصيح من الكلام. مريم. الحالة الثالثة إذا كانت الراء ساكنة، إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير ياء، هذا الشرط، وقبله مفتوح. إذن هذه المرة الراء ساكنة، قبلها ساكن، قبله مفتوح. ألاحظتم بأن الفتحة دائما هي سبب التفخيم؟ ما القاسم المشترك بين هذه الحالات الثلاث؟ الفتحة. قد تكون الفتحة على الراء نفسها كالحالة الأولى، قد تكون الراء ساكنة وقبلها مفتوح كالحالة الثانية مريم، قد تكون الفتحة على ما قبل الراء، مثل والعصر، القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه هي الحالات الثلاث الأولى. نرى الآن الحالة الرابعة أن تكون الراء مضمومة، نحو الراء من كفروا كفروا. إذن الضمة هنا موجب التفخيم. الحالة الخامسة أن تكون الراء ساكنة وقبلها مضموم، نحو القرآن القرآن. الحالة السادسة إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مضموم، نحو خسر خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، عند الوقف عليها بالسكون تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وهو السين وقبله مضموم، عندئذ نفخمها. ألاحظتم بأن القاسم المشترك بين هذه الحالات الثلاث هو الضمة؟ قد تكون الضمة على الراء نفسها كالحالة الرابعة، أو على الحرف الذي قبل الراء إن كانت الراء ساكنة كالحالة الخامسة، أو على ما قبلها كالحالة السادسة عندما تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم. إذن في هذه الحالات الثلاث سبب التفخيم هو الضمة، والحالات الثلاث التي قبلها سبب التفخيم هو الفتحة. ما أظن أن في هذا صعوبة إلى الآن. بقي لدينا أيها الإخوة حالتان من حالات التفخيم وتنتهي حالات تفخيم الراء. نرى على اللوحة الحالة السابعة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، ونؤكد على كلمة حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها، ليس في كلمة أخرى، نحو قوله تعالى وإرصادا وإرصادا. لاحظوا في إرصاد بأن الراء ساكنة وقبلها مكسور، ولكن بعدها حرف استعلاء وهو الصاد وهو غير مكسور. كذلك الأمر في المثال الثاني، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس قرطاس، هنا الراء نطقتها مفخمة. لما؟ لأنها ساكنة كما نرى وقبلها مكسور وهو القاف، وبعدها حرف استعلاء غير مكسور وهو الطاء. كذلك الأمر في الكلمة الثالثة التي ترونها أمامكم، وهي كلمة فرقة
فالراء فيها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها القاف وهي حرف استعلاء غير مكسور. بقي في القرآن كلمة رابعة وهي قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد. وبهذه الكلمات الأربع هي كل حالات تفخيم الراء الساكنة المكسور ما قبلها والتي بعدها حرف استعلاء غير مكسور. في السطر الأخير نقرأ وإلى هذا يعني إلى هذه الحالة أشار ابن الجزري بقوله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، بمعنى فإن كانت قبل حرف استعلاء فلا ترققها، يعني فخمها. ألاحظنا؟ هذه الحالة السابعة من حالات التفخيم. نرى على اللوحة الحالة الثامنة وهي إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، نحو ارجعوا. ما معنى كسرة عارضة أيها الإخوة؟ معنى كسرة عارضة يعني كسرة همزة الوصل، لأن همزة الوصل كلها عارضة. همزة الوصل إنما يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، فإن العرب لا تبدأ بحرف ساكن في كلامهم بل يأتون بهمزة تسبق الحرف الساكن يبدأون بها، ويسميها علماؤنا همزة الوصل لأنه توصل بهذه الهمزة إلى البدء بالساكن. فهذه الهمزة سواء نطقناها كالمثال الأول في قوله تعالى ارجعوا، هذه الهمزة همزة عارضة، همزة الوصل. يعني كيف نعرف العارضة من الأصلية؟ ضعوا قبلها حرفا. هلا لو وضعنا واو قبل كلمة ارجعوا ماذا نقول؟ نقول وارجعوا ولا نقول وارجعوا. وارجعوا. إذن الهمزة هنا همزة وصل فحركتها وهي الكسر ارجعوا عارضة. إذن هنا الكسر عارضة وبالتالي الراء مفخمة، بخلاف ما لو كانت الكسرة أصلية مثل فرعون كما سيأتي معنا. المثال الذي بعده الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هنا أيضا الراء سبقت بهمزة وصل يعني بكسرة عارضة. قد يقول قائل لكن هذه الهمزة غير ملفوظة في الوصل لأننا نقول الذي ارتضى، فأين الكسرة العارضة؟ نقول اقرأ لو سمحت في التعريف ملفوظة أو مقدرة. ملفوظة كالمثال الأول عند البدء به ارجعوا إلى أبيكم فقولوا، أو مقدرة كالمثال الثاني الذي ارتضى لهم. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله أو كانت الكسرة ليست أصلا. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، هذه الحالة السابعة، أو كانت الكسرة يعني كسرة همزة الوصل ليست أصلا يعني كسرة عارضة. إذن هذه حالات تفخيم الراء، سأعيد ذكرها ملخصة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم.